الا قلت لكم بلي هاد الكيك الزويون اللي كيشهي سون غلوتين، هاد الكيك هذا هديه مني الناس اللي عندهم مرض السيلياك او الناس اللي ما كياكلوش الجلوتين. خليكم مع الفيديو، غادي تجربوا ألذ كيك زوين كيجي هشيش ومهوي ورطب، واهم حاجه بنين بزاف وما غتشبعوش منه. خليكم مع الفيديو. هنا عندي 3 ديال البيضات درجه حراره الغرفه. عندي هنايا كاس ديال السكر، ربيع كاس ديال الزيت ومعلقه ديال الكوكو، الفاني، شطه الملحه، حليب عادي وحليب الكوكو. السكر مع البيض مع الفاني غادي نضربوهم مزيان مزيان باش هذا هو انه باش يجيكم مهوي، انه كضربوه مزيان. الزيت كتبقاو تخويو شويه بشويه شويه بشويه. غادي نديرو ربيع كاس د الحليب، والباقي غادي نكملو بحليب الكوكو باش كيجي ديك المذاق ديال الكوك غالب وعاطي البنه ديالو. صافي هنا من بعد ما خلطنا كلشي غادي ندير كاس ديال اللوز كيعادل واحد 160 غرام. نتوما مهم كتبقاو ديروا عينكم ميزانكم، وكندير واحد 50 غرام ديال الكوكو نوعيه مزيانه. غادي نخلط هنايا مزيان، وغادي ندير واحد الخماره ونص حمراء، وغادي يكون عندي الفران كيسخن غير من تحت على 180 درجه. وغادي ناخذ المول، غادي ندير فيه زبيده وشويه ديال الكوك، وغنخوي فيه الخليط. وغادي نمشي نوجد السيرو اللي عندي فيه كاس ديال حليب ديال الكوكو مع واحد 2 معالق ديال السكر. غنخليهم كيغلاو واحد 5 دقائق ونخليهم يبردوا. كتخرج الكيكه كنتقبوها مزيان بواحد الكيغطو، وكنبقاو نسقيوها بهذاك الحليب ديال الكوكو مع السكر اللي هو السيرو. كيجي لذيذ بزاف وكتزيد تعزز النكهه ديالو. الكلاصاج هنا عندي السكر كلاصي مع حليب الكوكو، كنبقاو نخلطو شويه بشويه حتى كيولي كلاصاج ديالنا واجد بحال هكا. هذه غير فكره للتزيين وصافي. تقدري تزيني بالشوكولا، تقدري تزيني باش ما بغيتي. هنا غنخويو الكلاصاج ديالنا فوق الكيك، وغادي نستفو شويه الكركاع. المهم تزيين اختياري، انا غير فكره مني وصافي. وجربوه وبصحتكم وراحتكم، والله يشافي الجميع يا ربي، وبسلام عليكم.